السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدي قناة كركوك الفضائية، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة معي أنا عمار الصالحي. إذن المشهد السياسي والأمني في محافظة كركوك دائما ما يطرح نفسه بقوة على جميع الأحداث. اليوم سوف نركز في هذه الحلقة على الملف الأمني في محافظة كركوك، ونأخذ وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك. هناك من يصف الوضع في كركوك الأمني بأنه هش، وهناك من يعتبر أن الأحداث الأمنية في محافظة كركوك هي أحداث عادية جنائية تكون في محافظة كركوك مثل ما تكون في أغلب مدن العراق وأيضا مدن العالم. كل هذه التساؤلات سوف أطرحها على السيد عمار كهيا السياسي التركماني. حياك الله وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا في برنامج بصراحة. وأيضا الأستاذ محمد نصر الدين مراقب للشأن السياسي. حياك الله سيد محمد وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا علينا. خليني أبدو وياك أستاذ عمار من حيث انتهى الآخرون. الوضع الأمني في محافظة كركوك هش، وكما قال السيد أرشد الصالحي في تصريح له وانتقاد كبير للملف الأمني في محافظة كركوك، كيف ترى الوضع الأمني في محافظة كركوك؟ هل هو فعلا يوصف بالهش؟ تحية لكم لمشاهدي قناة كركوك. أولا قبل البدء أحب أن أهني جميع أهل كركوك والعراقيين بعيد الغدير، عيد الولاية أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، الذي عرف بالعدل، ونطمح أن يكون في العراق ليس فقط أعياد نحتفل بعيد الغدير، بل أن يكون لنا قدوة حسنة بالحكم كما حكم إمام علي عليه السلام أو الخلفاء أو الأولياء من قبل. الوضع الأمني في كركوك هو مرتبط في الوضع السياسي. نعم، هذا معروف دوليا. عندما يكون هناك خلل في وضع السياسي يعكس على وضع الأمني. عندما يكون هناك استقرار سياسي يعكس على استقرار اجتماعي ويعكس على استقرار أمني. أسباب الوضع الأمني، تدهور الوضع الأمني في كركوك واضحة، الكل يعلم. البعض يحاول هروب من الحقيقة، والبعض يحاول لمصلحته الشخصية عدم التحدث به. البعض يترك ذلك للزمن ولا يهمه ما يحدث في المجريات. الوضع في كركوك حاليا لو بقي عما هو عليه ربما يكون أسوأ. الأخ أستاذ أرشد صالحي أو النواب آخرين أو السياسيين واجههم منتخبين من الشعب أن يقوموا بقطع الطريق على تدهور الوضع الأمني. نعم. الهش ليس معناته انهيار، ولكن الأرضية الهشة يعرض لانهيار هندسيا ولا مهندس. الهشاشة معناه أن هناك خلل ويحتاج معالجة، ليس هناك انهيار. ما حدث من بعض الأحداث في كركوك يظهر أن هناك هشاشة في الأمن، وهو ناتج عن هشاشة في السياسة. إذا لم يكن هناك خطوات حقيقية في معالجة الوضع السياسي المتأزم والذي نتج بعد انتخابات مجلس المحافظة الذي انتظره أهالي كركوك 19 سنة، ولم يباشر أعضاء مجلس محافظة ولم ينتخب محافظ. كركوك تدار بطريقة ليس لها وجود في العالم. يعني محافظ، نائب محافظ منتخب في 2005 والمعاون محافظ من 2005، بعض الضباط، يعني ما يحدث في كركوك هو كأنها يشبه بدأت حالة الخليج العربي ورثة، وليس نظام ديمقراطي. نعم. النظام الديمقراطي هو التغيير. يعني هؤلاء ليس هم لديهم رغبة في هشاشة كركوك، ولكن تلكأهم في الساحات السياسية تسبب في هشاشة، وبالإضافة إلى وجود 200 ألف نازح، رقم مذهل مخيف. يعني 200 ألف نازح في كركوك، 100 ألف من أطراف أقضي ونواحي، 100 ألف من المحافظات. نعم. أنا عد كلامي ما يقارب 200 ألف، يعني ربما 195 ألف أو 100. نعم، ما يقارب 200 ألف. خليني أنتقل إلى السيد محمد نصر الدين.
هل الخط البياني الأمني في محافظة كركوك الأمني هو في تنازل؟ هل القوات الأمنية في محافظة كركوك غير قادرة على مسك الوضع الأمني في محافظة كركوك، وكما وصفه بالهش أيضا السيد عمار كهية، كيف تصفه؟ بداية تحية طيبة لكم وللأستاذ عمار ولمشاهدي قناة كركوك. طبعا جزء من العمليات أو الخروقات الأمنية التي حدثت في كركوك في الفترة الأخيرة باعتقادي جزء منها هي عمليات جنائية، أحداث طبيعية تحدث في كل مدن المحافظات العراقية. مثلا الأحداث البارحة شفناها في منطقتين مختلفتين، واحدة في الرحيمة والآخر يمكن في واحد آذار. نعم. تسليب مواطنين شباب واخذوا موبايلاتهم وفلوسهم والشغلات. هاي جزء هي تحدث في كل المدن العراقية طبيعية جنائية. بس اكو أحداث لو ناخذ بس الإحصائيات الموجودة بالشهر السادس حول العمليات والشبكات الموجودة لعناصر داعش داخل كركوك واطراف كركوك، فقط في الشهر السادس راح نشوف عمليات مديرية الاستخبارات والأمن العسكري وطيران الجيش والأمن الوطني، وهاي الجهات قامت بأكثر من 5 عمليات خلال الشهر السادس فقط في استهداف عناصر داعش داخل المدينة. بمعنى احنا الحالة الأمنية في كركوك جزء منها هي عمليات جنائية ممكن السيطرة عليها بالإمكانيات الموجودة داخل المدينة، وجزء منها هي عمليات إرهابية بامتياز ترجع إلى الحالة الأمنية بأطراف كركوك ووجود خلايا ناشطة لداعش على أطراف كركوك. في هذه الحيثية سيد محمد نصر الدين، هناك من يربط ما بين أعداد الوافدين الكبيرة في محافظة كركوك كما أسلف بالذكر السيد عمار كهية ما يقارب 200 ألف. البعض يشكل على الموافقات الأمنية والإجراءات الأمنية، مما انعكس قد يكون هناك بموضوع الخلايا النائمة. هل هناك ترابط بهذا الموضوع حسب وجهة نظرك؟ أكو جزء من الموضوع الأمني يجب أن يتفق عليه كل مكونات كركوك، عرب تركمان كراد، أنه الموضوع الأمني موضوع حساس يمس استقرار كل أبناء كركوك. نعم. جزء من هذا الخرق الأمني كما ذكر أستاذ عمار هي من النازحين الموجودين واللي اجوا، يعني عدد كبير اجوا من اطراف كركوك من مدن خارج كركوك. لو تدقق استاذ عمار بالذول اللي اجوا من خارج كركوك كنازحين، اكو اشخاص عليهم مؤشرات امنيه، اكو ناس مطلوبين بغير اماكن. هسه يطبون الكركوك. جزء من الخلل الامني هي عدم متابعه جديه لهؤلاء وعدم التدقيق الامني. ما ممكن مدينه مثل كركوك نرجع إلى أهم موضوع خصوصية كركوك. خصوصية كركوك هذا الخصوصية مو بس للملف الأمني، خصوصية كركوك بالملف الأمني والسياسي والاقتصادي. فعندما مدينة بحجم كركوك وعدد سكان كركوك يدخل إليه نازحين وناس جاية يشتغل، ناس جاي عليه مؤشر أمني مطلوب بغير مكان هسه موجود داخل كركوك، هذه العملية يجب متابعتها ومراقبتها ومحاسبة الداخلين وتدقيق أمني جدي عليهم. الموضوع اللي عائق في تلك الإجراءات هي جزء من العملية السياسية، الخلافات السياسية بين المكونات كركوك الموجود في الفترة الحالية بالذات، ونحن على أبواب صراع قوي حول تشكيل الإدارة الجديدة لمحافظة كركوك. أصبحت العملية الأمنية جزء من اللعبة السياسية، استخدام الملف الأمني اللي يمس حياة المواطن الكركوكي بكل مكوناته. يعني الحالة الأمنية هي مو استهداف لمكون معين، عندما نطالب بالتدقيق الأمني وتفتيش على المناطق وإجراءات أمنية حول الداخلين إلى كركوك من نازحين والآخرين الذين يدخلون إلى كركوك من المحافظات الأخرى، هي ليست القصد من استهداف. القصد الرئيسي هي حفاظ على أمن أبناء كركوك بكل مكوناتها. الخلافات السياسية الموجودة بين المكونات الآن نعم. فتحت باب لاستخدام هذا الموضوع الحساس وفق الصراع، وفق متطلبات الصراع السياسي والمصالح السياسية، بحيث عندما نطالب بالتدقيق الأمني واتخاذ إجراءات أمنية لبعض المكونات أو لبعض الأشخاص الذين دخلوا كركوك تحت هذا الغطاء، قد يفهم منا مكون معين بكركوك كأنه استهداف له كمكون، وقد يستخدم هذا المكون هذا الشعار لكسب الشارع الخاص نعم وكسب ود الآخرين. وبالأخير الضحية الأكبر هو أمن أبناء كركوك. نعم
كركوك. خليني أنتقل أيضا بالعودة إلى سيد عمار. قبل يومين المقدم عامر شواني، تحياتنا له، نقدم له التحية، المتحدث باسم شرطة كركوك، قال 90% من السيطرات او الوضع الامني في كركوك هي يخص شرطه محافظه كركوك، تم استلامها من عندهم واستلامها. وايضا نحن في محافظه كركوك تدريجيا كباقي المحافظات العراقيه سوف تستلم الملف الامني من الجيش العراقي. هل وجهه نظرك في رايك كركوك مستعده تستلم الملف الامني بشكل عام واخلاءها من الجيش او القوات السانده الاخرى، خاصه وأنت جنابك تقول هناك بعض التلكؤ؟ هل بمقدرة الشرطة المحلية في محافظة كركوك على قيادة دفة الملف الأمني في المستقبل لما تحمله من إمكانيات وعدة وعتاد وغيرها؟ طبعا قبل دخول بهذا الموضوع الأخ أستاذ محمد أوضح بعض الملاحظات، ولكن نعم. أسأل الأخ أستاذ محمد وأسألكم أسأل الجميع، ليظهر مدير شرطة كركوك سجل بالمتهمين والمجنى عليهم أو الذي تعرض لعملية جنائية أو السرقة، لماذا أنه يكون 85% من الضحية 75% هم التركمان، وبالمقابل المقابل لا يجوز يمكن 10% من التركمان المجني. نعم. إذا يعني هذا الموضوع إذا ليس قومي، عفوا، نعم، إذا موضوع ليس قومي، غدا اختار مركز شرطة روح عليه، قل له أريد المتهمين المسوين مشاكل ومعتدين وضاربين وسارقين وبالسكاكين أو بالحربة أو بالقامة الصايرة مودة بالكركوك، كأن رجع أبو طبر الكركوك. شوف إذا موضوع المعتدى عليه بتوازن، إنه ليش بالمعنى هسه احنا صار لنا شهر أكثر من جريمة حدثت بحق التركمان والمجنى عليه والجاني مقابل من غيره، هذا مو صحيح. إذا كان هناك شيء طبيعي نحن ناخذ الأمور طبيعية حال محافظة بدون مقاطعة. يعني تعتقد عفوا إذا توجه وراء؟ طبعا هذا قرار سياسي وليس قرار جنائي. عفوا هذا الموضوع احنا ما يصير هيك ناخذ الموضوع بشكل بسيط كأنه حدث في كركوك، بده يحدث بالسليمانية وبده يحدث بأربيل، بده يحدث ببصرة، بده يحدث ببغداد وبكربلاء. لا، لما يحدث بهاي المحافظات تحدث بشكل ليست مكون واحد يستهدف، ولكن ما حدث وما أثار الأخ أستاذ أرشد كنائب أو أعضاء مجلس محافظة أنهم ينتبهون الجرائم تحدث بحث مكون واحد، وهذا يكون له رد فعل. أما موضوع استلام ملف الأمني أخي العزيز، أنا أتمنى الأخوة النواب يستفسرون من وزارة الداخلية، نعم، ولا سيما إذا الأخوة في عضو لجنة الأمن والدفاع، عن نفوس كل محافظة وعدد الضباط والمنتسبين وزارة الداخلية بهذه المحافظة. وأسف راح يكون كركوك أقل محافظة من 15 محافظة من ناحية العدد، من ناحية العدد والضباط والرتب. نعم، يعني أنسى احنا مثلا أقل نفوس بالعراق والسماوة مثال. نعم، هم اخواننا ولدينا كثير من الاصدقاء شخصيا لدي علاقات طيبه معهم، ولكن غير معقول يكون نصف نفوس محافظه كركوك نصفها سماوه ويكون عدد منتسبي الشرطه والضباط بقد كركوك. نفس الحالة أستاذ عمار، عذرا المقاطعة، لم يفتح تعيينات في محافظة كركوك أيضا نتيجة الخلافات السياسية. كل ما ينفتح تعيينات تندس قوائم إلى بغداد وتصير عليها خلافات بسبب القومية، بالتالي بغداد أغلقت ملف التعيينات الجديدة في المحافظة. لا هو يعني هذا موضوع مو صعب، نعم، إذا نريد نحسنها. أما أنه يتحجج المقابل به حتى يكون عدد. محافظة كركوك حساسة، محافظة نفطية، إذا جغرافيا حساسة بتنوع قومي بتنوع طائفي، محافظة لم تتحرر بالقوة، بل أن تنظيمات الداعش هربت من المحافظة واختبأت. هناك فرق مناطق حدثت فيها حروب وتحريق، هناك فرق من محافظة الوحيدة لم تحدث فيها حروب، يعني انسحبت تنظيمات داعش قسم للإقليم من ثم خارج العراق، قسم اختبأ وانتشر في المحافظة وانتظر وقت المناسب ليعاود لعملياته الإرهابية. محافظة واسعة جغرافيتها معقدة، منها حدودية مع الإقليم، محافظات الإقليم، منها حدودية مع محافظات ساخنة. لا يمكن النظر إلى محافظة كركوك كنظرة بسيطة حالها حال محافظة كربلاء. كيف سوف تستلم الملف الأمني محافظة كركوك؟ أصلا لم يؤخذ إجراءات لأجل التسليم. مثلا في كل محافظة شكلوا لواء
من افواج الطوارئ وتشكل وتبدا تحضيرات لاجل الاستلام. محافظه كركوك لم تشكل اللواء رغم صدور الامر وثم تريث به، رغم وجود هذا الجيش وهذه الالويه الحشد وفي جوارها من الاقليم بيشمركه. هناك اراضي كركوك في قرعنجير وشوان، اراضي تابعه لمحافظه كركوك حاليا بيد قوات بيشمركه. رغم كل هذه القوات كركوك تعيش هذا الوضع اللي نحن نعيش به. نحمد الله ونشكره، احنا لا نقول انه وضع سيء جدا، لا بالعكس. الوضع مواطنين يشعرون بنوع من الارتياح، ولكن هناك كما قلت هناك خلل يجب معالجته لكي لا تنهار. يعني أنطيك معلومة وربما تكون يعني مصدر موثوق يعني نعم يدهش ويقلق. عندنا 20,000 هم لديهم في عوائلهم أفراد من دواعش، يعني عوائل الدواعش مطلوبين أمنيين صحيح. 20,000. أنا أريد رقم مرعب ومخيف. يعني احنا دنلوم قواتنا الأمنية، ضباط ومراتب قائد الشرطة ومدير نجدة ومدير أمن مدير، نلومهم. لكن أنا أكلف أستاذ محمد أو أكلفك أي شخص دا يلومهم ليجلس مكانهم، قل له إذا أنت عندك 200,000 نازح، طبعا هم عراقيين ما عندنا مشكلة، نعم، بس النزوح صعب التدقيق الأمني عليه بكميات كبيرة. يعني هذا العدد، يعني أنا يعني ما أعرف شنو اللي دواعي عدم رجوع إلى هذه المناطق. يعني الكل يتحدث دبي، أنبار تحولت إلى دبي. زين أنبار ايش عنده 3000 أكثر من 3000 إلى 4000 نازح في كركوك. أنت تتوقع يعني بس تتوقع من ديالى ايش قد عندنا؟ ايش قد تتوقع؟ نعم، انطينا أرقام تتوقع يعني ما يقارب 20,000. من حزام بغداد عندنا ما يقارب، من بغداد عندنا 10,000 تقريبا، من ديالى عندنا 2000، من بابل عندنا 2000. يعني أنا ما أعرف هسه هاي المحافظات زي صلاح الدين محافظة مستقرة، عدد جرائم في كركوك أكثر من صلاح الدين. ليش 50,000 يكون عندي نازح من عنده؟ أنا ما عندي، إحنا ما عندنا ذول إخواننا. أهل كركوك أكثر محافظة اعتنت بالنازحين. لا يوجد عائلة في كركوك لم تقدم المعونة من الطعام والملبس والمال ولم الكل قاسمت رغيفها مع النازحين. هاي جامعة كركوك يشهد لها في تاريخ تعليم العالي، دخل فيها 17,000 طالب. دور يعني الله يذكره جامعة بالخير، الموصل وين كان؟ دكتور عباس الله يذكره بالخير كان رئيس جامعة، يقول فتحنا عيننا جامعة موصل، جامعة الأعفر، جامعة صلاح الدين تكريت، وجامعة موصل. زين، وبالإضافة إلى طلاب بسبب النزوح والمعارك طريق بغداد، وهذا صار عدد الطلاب عندي من النازحين قد عدد الطلاب من أهل كركوك. صحيح. ورغم ذلك خلوهم بأقسام داخلية، رحوا بيهم، قاسموهم التعليم، ورجعوا كجامعات. هاي المناطق معقولة كإدارة كركوك ما عندها تنسيق ويا الحكومة الاتحادية وهاي الحكومات المحلية المجاورة بإرجاع هؤلاء الأخوان إلى مساكنهم؟ عندنا يعني أرقام ما يقارب 100,000 نازح من أقضية والنواحي داخل مركز كركوك. زين، احنا صرفنا صار من 2017 مجموع مصاريف موازنة كركوك اللي انصرفت على أقضية ونواحي على مناطق المحررة كموازنة وكموازنة إعمار مناطق المحررة، وإحنا هاي مناطقنا ونعتز بها. هاي المناطق انصرف عليها مبالغ قد ما انصرف على قضاء كركوك ب10 أضعاف. هنا الإشكالية ولماذا لا يرجع؟ مدرسة كاملة في قرية ما بها مدرس، مركز صحي ماذا يرجع به؟ اخوان هذا الموضوع مو انه عندي عداوه هذا الشخص، نعم. لا بالعكس، انا بيتي دا يشتغل بي نازح، ما عندي مشكله بي، مؤمن بي. بس هاي الطريقه النزوح الغير نظامي يخلق مشاكل اجتماعيه، يخلق انه هذا النازح من ما يبقى عنده فلوس يتوجه الى توجهه الى الاجرام يكون اكثر مني ومنك من المنطقه. ولهذا انت من المفروض ان تضع فد برنامج تعالج هاي الحاله. زين، انا ما معقوله الزم شخص يضرب له واحد من كركوك وخلاص يكت له ويروح يقعد ببيته وخلاص ماكو شيء. لا، ماكو شيء. هاي بصره، محافظ بصره دا يروح على مناطق النازحين، مناطق العشوائيه، دا يهدم المنطقه يعمرها، يقول كل واحد من اهل البصره ياخذ قطعه قاع ويعوض بفلوس، واذا مو من اهل البصره يرجع لاهله.
يعني هذا لما أبو البصرة لما يقول العمارة ناصرية كوت رجعوا، هذا شيء طبيعي. بس احنا لما نقول له معقولة احنا ننطق قطعة سكنية، أهل كركوك مركز قضاء كركوك ما ماخذ قطعة سكنية، ويجي واحد من أطراف كركوك جميع الأقضية واحد دون استثناء ياخذ قطعة سكنية باسمه، هذا شلون راح يرجع؟ نعم، كثير من الملفات اثارها سيد عمار في حديثه سيد محمد، لكن خليني اركز على نقطه. اغلب الجرائم كما اسلف بالذكر 85% او 90% كما اسلف بالذكر هي تستهدف القوميه التركمانيه. اليس من الغريب استهداف اغلب الجرائم تكون ضد قومية معينة ونحن نقول أنها جرائم جنائية عادية؟ صار لنا 20 سنة لو بس 7 سنوات. طبعا مثل ما قلت بالبداية، إذا كان هي جرائم جنائية، جرائم الجنائية ما يميز بين العربي والتركماني والكردي. أما إذا كانت جرائم وراء هدف سياسي، نعم، مثلا منو اللي يسهل دخول النازحين؟ منو اللي يدافع هسه انه النازح يجب ان يبقى وما حد يجيب طاريه وما حد يدقق عليه امني؟ بمعنى حتى موضوع النازحين وحتى موضوع الجرائم اللي تصير بالفترة الأخيرة حتى لو جنائية، إذا كان من وراء هدف سياسي مثل ما قال الأستاذ استهداف مكون معين، أتصور جزء منها بتداخل أكثر المناطق النازحين، تداخلها أكثر ويا المناطق التركمانية، يمكن قليل بالمناطق الكردية النازحين موجودين. بمعنى الآن نحن أصبحنا أمام ظاهرة إنه موضوع النازحين أصبح يستخدم سياسيا لتغيير حالة في كركوك. بمعنى أنا من حكيت بالبداية قلت خصوصية كركوك مهمة، الخصوصية الأمنية والخصوصية الاجتماعية والاقتصادية. تعرف هسه أمن اقتصادي لابن كركوك بخطر. العربي الأصلي اللي ابن كركوك والتركماني والكردي أصبح دي يزاحموه بالسوق في عمله دي يلاقي صعوبة من وجود هؤلاء. الحالة الأمنية ده نحكي بيه 50 إلى 70% من المشاريع الاستثمارية لسه من كركوك، لو من سليمانية لو من بغداد لو من كوت لو من أربيل لو من دهوك. النسيج الاجتماعي أنا صعب أتخارب ويا التركماني، أنا عايش وياه العربي بن كركوك عايش وياه. أكو مساحة مثلا كاك عمار أنا ما أقدر أصل القرايبة، يعني أنا بن كركوك إلا أعرف لي واحد صديقي قرايبي حتى النسيج الاجتماعي في كركوك في خطر. ليش؟ لأن هذا الجاي النازح الموجود واللي عنده مؤشر أمني عليه هسه يجون ناس من مخيم الهول العراقيين، ذولا من يجون وين يصيرون؟ وين يرجعون؟ ما يقدر يرجع المكان سكنه الأصلي، عليه مؤشرات عشائرية، عليه مؤشرات أمنية. ما ممكن إحنا نسمح له يجي الكركوك لأنه أكو هدف سياسي. أنا مثلا كمكون يمكن استفاد هذا من يجي، بس أنا لازم أحسب حساب هذا راح يصير خطر على الحالة الأمنية، الحالة الاقتصادية والحالة السياسية، النسيج الاجتماعي. أنا أقول لك النسيج الاجتماعي في كركوك بخطر. كيف ستستلم القوات الأمنية في محافظة كركوك أو قوات الشرطة الملف الأمني في ضوء هذه المعطيات؟ أستاذ عمار، تدري كم محافظة باقي الملف الأمني مو يم الشرطة المحلية؟ كركوك، بغداد، البصرة، يمكن لو ناصرية لو ميسان. نعم. 4 محافظات. زين، كل محافظة عندها حالة خاصة. لا، محافظات الساخنة لحد هذه اللحظة اللي تتحول اللي دي يحشون عن ملف الأمن يعني الموصل، كركوك، صلاح احنا ليش الدين وديالى. كركوك مسؤولية أبناء كركوك، مكونات كركوك، أنه يلحون على أنه الملف الأمني يجب أن يستلم أبناء كركوك. بس أنا مع حالة أنه تصحيح بعض الحالات قبل استلام الملف الأمني. احنا في وحدة من البرنامج الوزاري للسيد محمد شيع السوداني تشكيل لواء شرط، يمكن لواء لو افواج طوارئ كركوك، لواء صار ايش قد فوق السنتين، ليش ما تشكل؟ احنا لا ده يشكلوه بس ما يدزون على التركمان. لا وين تشكل؟ لا عندي معلومه عفوا. لا اكو قوه تتشكل وده يصير تحضيرات في الاقليم، دزوا حتى على مكون العربي وسجلوهم بس ما بيتركوا. انت تريد الحاله السليمه؟ لا نعطيك معلومه هسه. نعم الحاله السليمه يعني حتى في هذا يقول لك الاشكاليه في القوميه التركمانيه تقول ان القوميه العربيه لها بغداد، القوميه الكرديه لها الاقليم، يتم التنسيق والوفود ما بين بغداد والاقليم، ونحن كقوميه تركمانيه مستهدفين في محافظه كركوك، وبالتالي اغلب الوفود والالويه التي تشكل نحن بعيدين عنها. احد الاخوه السياسيين طلع بيان يقول انتم بقايا مغول. يعني ما جل احترامي، هو الظاهر حتى ما قاري عن مغول حتى يطلع بيان. اذكر استاذ عمار بلقاء فيقول احنا ترى تركمان
اكو عدم ثقه بين المكونات موجود، بس التركماني يمكن الحاله عنده اصعب يعني اكثر. نعم. عدم الثقه بالمكون العربي والتركماني لم تاتي من فراغ سيد. لا سيد. اذكر نعم. لك حاله استاذ عمار يقول احنا كنا 9 وفد مفاوضه، التركمان كان لهم 9 ب 2005 من صار الانتخابات مال مجلس المحافظه هم 9 والعرب قاطعوا العمليه 6. فيقول دخلنا مفاوضات الكرد فايزين 21 26 من 41 قالوا المحافظ ورئيس المجلس الا. نعم. ونائب المحافظ لكم انتم 9. فيقول المكون العربي طلب من عندنا انه ننسحب لانه ما يصير هم راح يهمشون بهيك، انسحبوا وياهم. بعدين العرب فاوضوا والكرد ظهر المكون التركماني حصلوا على نائب المحافظ الحالي. هو نائب المحافظ هو تفاوض. استاذ راكان راح تفاوض ما ندري يعني. زين احنا كنا ببغداد عرفنا واصل نتيجه. فجزء من هاي الحاله شنو؟ احنا هسه انت قلت يمكن الموضوع الاخير هم ندخل على موضوع مجلس المحافظه، تدري احنا على ابواب مرحله جديده في كركوك. نعم. اسس هذه المرحله انه بعد ماكو مكون يقدر يستفرد بحكم كركوك، كلنا لازم نقتنع بها. اكيد هاي مرحله جديده، راح نجي احنا ناسس لهالمرحله الجديده. متطلبات لهالمرحله الجديده شنو؟ تولي الثقه ما راح يجي بيوم يومين، احنا لازم ناسس له. تاسيسه انا معجب بقرار، يمكن انا انتقدت هذا القرار مال انتخابات مجلس محافظه كركوك، لانه يقول لك توزيع المناصب بين مكونات كركوك بعداله بغض النظر عن نتائج المحافظه. انا دقيت عليه قلت هذا، بس هسه من نشوف واقع كركوك انت حتى تفرض مال المكون العربي والكردي والتركماني مال يجي من كيفه يقعد ياسس مرحله جديده صعبه من تداعيات الصراعات السابقه. انت شلون هالمرحله احنا مجبورين 3 مكونات، لازم ناسس المرحله الجديده. اللي يجبرنا شنو؟ عدد مقاعد مجلس المحافظه للمكونات، اللي يجبرنا شنو؟ نص القانون، اللي يجبرنا شنو؟ الحاله الموجوده الامنيه والاقتصاديه والسياسيه. الكردي والعربي والتركماني الحريص على كركوك لازم يراعي هذا من ضمن سقف الخصوصيه الكركوكيه. لازم نتفق. اذا اتفقنا احنا ابناء كركوك على اسس جديده في كيفيه اداره كركوك راح نقدر نستلم الملف الامني. نعم. هذا شلون يصير؟ احنا هذه المرحله لازم ناسسها، تشكيل الحكومه وجلسه اول جلسه لمجلس محافظه كركوك مهمه. سوف اعود وياك لاخذ الختام منك سيد محمد، حاول تعطيني الرؤيه المستقبليه الافضل او المعالجه، لكن خليني مع استاذ عمار كهية. انتم في مجلس المحافظه اقرب للقوميه العربيه او هناك نوع من التنسيق او التحالف، بالتالي هل هذا سيدفع نحو مكاسب اكثر للتركمان فيما يخص الجانب السياسي أو حتى الجانب الأمني سيد عمار؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أعطني المعالجات أو شنو رؤيتكم كتركمان، ما هو الحل الأنسب فيما يخص الملف الأمني للحفاظ أو للحصول على مكانتكم التي تريدونها؟ أولا أنا أثني على طرح الأخ أنه أستاذ محمد أنه كواقع حال كل طرف يفترض أن يعلم يجب أن يعيش مع أخيه بدون تسلط عليه. نعم. الموضوع القوة ما نجح، تفرد ما نجح، الرشاوي 10% 15% وصل ل 20% ما نجح. يعني كل الطرق اللي اتبعت لا نجح نظام صدام بكل الطرق اللي سواه كنظام بائد دكتاتوري، في تغيير ديموغرافية كركوك، في تعزيز طرف عن دون الطرف، في كل الطرق ماكو طريقة ما استخدمها وما نجح. وين صدام؟ احنا عايشين، انا من عائلة شهيد، هاي راسي مرفوع. من 2003 هم نفس الشيء، اخطاء اللي حدثت كل الاخطاء هم ما نجحت. هاي واقعنا دا نشوف، والدليل انه الاخطاء كانت نتيجته واضحة في فرض القانون. نعم. اخطاء الشخصية فردية وكانت نتيجتها هم سلبية. ورا 2017 ورا فرض القانون نفس الشيء، تفرد. اعطيني المعالجات. هاي التفرد ما منه تشارع. انه المفروض انت تعرف انه انت عندك عائله وبصفك جوارين من غير قوميه من غير طائفه، يفترض ان تعيش وياهم بالسلم وانت تعاون وياهم، ان يكون كل طرف عنده حقوق. نحن علينا ان نختار من كل قوميه من كل طرف الافضل. هاي طريقه طرح البعض متسكعين في إحداث بعض البلبلة والتجاوز على الآخرين. ولي الأذرع لو الأذرع عن طريق أبو الطبر ما يمشي. نعم. من دي يحرض هؤلاء جماعة القامات على ما يقومون به خلال هذه الفترة، أنا أقول له منا ما نجح أبو الطبر اللي أنت بعدك تحمل فكرة
حتى أنت تنجح وهاي الطريقة اللي جمعت القمم. هاي رقم واحد. رقم اثنين، مع الأسف خلينا نكون صريحين، عدم عقد جلسة مجلس محافظة أثر سلبيا كثيرا على الكركوك، اقتصاديا، اجتماعيا، وظائفيا، وأمنيا. يعني الأخوة في مجلس المحافظة ال16 ومن يقف خلفهم، تأخير عقد الجلسة يأثر سلبا كل يوم وكل ساعة. يعني حتى احنا طلبنا من الأخوان من الأعضاء يا عقدوا الجلسة خلوها مفتوحة، بس احنا ما نقول لا سنشكلوا. نعم. لتثبيت. ثانيا اكو فرصة. نعم. انه دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شيع السوداني من الشخصيات الرزنة والعاقلة، وعنده بعد استراتيجي وما عنده مشكلة ويا أي مكون ويا أي طائفة، نعرفه شخصيا. فرصة، هو مهتم بكركوك، مهتم انه يخلي فد شيء خطوة صحيحة بدون إقصاء أحد. ولهذا من أول يوم الجلسة قال أنا ما أقبل أي طرف يقصى مهما يكون عدد مقاعد، أريد الكل في حكومة. شكلوا تحالف إدارة كركوك وأنا رئيس. نعم. متفائل سيد طبعا شوف. نعم. الحكومة مادة يدها، حكومة بغداد رئيس الوزراء تمد يدها لأهل كركوك أنه يصيرون مرحلة جديدة ويتعاونون في تشكيل إدارة. ولكن نكون صريحين، نعم، الخلاف صدقني مو قومي بس، الخلاف مصالح واقتصاد واستثمار. هاي مشكلة الدعوات المباشرة بالمحافظات بالدوائر الدولة، ومشكلة التعامل بالباطن اللي حدث في بعض المؤسسات. لا ما نريد ندخل بالتفاصيل. نعم. هاي الأموال الطائلة خلت النزاع مادي واقتصادي. أخي إذا النزاع يعني موضوع مو بس نعم. اقتصادي. هسه نعم. أنت المنصب مو عن مود أنه يحفظ حقوق المكون عنده، لا مو بس هذا. أنت محافظة كركوك تحولت إلى به صراع مو بس قومي، صراع اقتصادي، وهذا خطر، لأن تحول حقوق الشعب إلى حقوق اقتصاد لمجموعة أفراد. الامتيازات نعم. صارت امتيازات، وهاي الأفراد تفكر بمصالحها الشخصية أكثر من حتى تدعي أنه يمثل قومية، ويدعي أنه يمثل حقوق، ويصدر بيانات ويحكي بكلام عاطفي عشائري، وهالتصريحات بيانات. نعم. اللي تشوفه جميلة جدا يصاغ له الإعلامي اللي يشتغل. نعم. وياه. بس لما تجي على واقع الحال، الناس عندها تذمر في كركوك، عندنا نسبة بطالة كبيرة. نعم. واحنا نتمنى أكيد الأفضل عندي بعد يعني 10 أكد على المستثمرين. نعم. أراضي كركوك ليسوا من أهل كركوك، يباع ويشترى مشاريع الاستثمارية، يباع ويشترى المشاريع. ما يحدث في ملف الاقتصادي في كركوك لا يحدث في 18 محافظة. نعم. لأن أبو العربانة يجي يوقف قدام المحل والمحل ملكه، يبيع قدامه بالعربانة، وذاك أبو المحل ما يتجرأ يقول له، بس يقول له يجر عليه السكينة وين. هذا الحكي ما احكي على مكون قومي. نعم. بشكل ترى احنا اعتراضنا مو نعم. على اعتراض على انه العربي او كردي او تركمان، لا، اي مخالف لقانون كحالة. نعم. اي مخالف للقانون يجب ان يضحك. واما حتى الملف الامني تقول احنا شلون نستلم الملف، احنا عندنا مشكله نقص بالضباط والمراتب. نعم. المفروض يقعدون يسوون احصائيه ويروحون يقول لهم بغداد تعال احنا نريد اقل شيء تطويع فد عقد 2000 شرطي 5000 شرطي ضباط كركوك. هسه اني صار لي 6 اشهر اريد ينقل 10 ضباط تركمان من محافظات الوسط والجنوب الى كركوك، ما حد ما ينقل. نعم. طبعا يعني عبرنا الوقت. اسف استاذ محمد، اذا عندك 10 ثواني. اسف. اهم شيء في كلمه اخيره. جلسه محافظه. نعم. مجلس محافظه كركوك مهمه، ولكن المانع الرئيسي الاحزاب السياسيه. الاحزاب السياسيه داخل كركوك للقوائم الفائزه امام مسؤوليه تاريخيه. امن كركوك، اقتصاد ابناء كركوك، الحاله الاجتماعيه في كركوك امانه. نعم. بالقاقم. يعني احنا امام فرصه تاريخيه من 5 شوبات. احنا امام فرصه تاريخيه لتاسيس حاله جديده لابناء كركوك. ضياع هذه الفرصه سببها الرئيسي المصالح الاقتصاديه لبعض الاحزاب السياسيه. نعم. اذا هذا هو موضوع الملف الامني، وهو احد تداعيات تاخير انعقاد مجلس محافظه كركوك. السيد عمار كهيا سياسي تركمان يشكرك جزيلا. ولكن متفائلين. نعم. مهما يكون. نعم. وهذا التفاؤل هذا التفاؤل هو الاساس، وهو الذي ونثق بانفسنا، نثق ان كركوك لديها شباب وشابات
لديهم امل بابناء كركوك. نعم. والكل ما يسكت على الخطا، ولأهل كركوك صبرهم. نعم، وهذا ما نتأمله. أشكرك جزيل الشكر السيد عمار كهية سياسي التركماني. أيضا الأستاذ محمد نصر الدين المراقب للشأن السياسي، أشكرك جزيل الشكر. أيضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول إليكم، مستمرون معكم وبرنامج بصراحة. تحياتي وتحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء.